السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعمونا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو لكي نستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن فيروس كورونا والمعروف عالميا بكوفيد 19. هنتكلم عن ازاي تحمي نفسك وأسرتك من الفيروس الخطير ده. اولا وقبل ما نتكلم عن طرق الحماية هنعرف الفيروس ده عبارة عن ايه وبيتصيب الناس ازاي. فيروس كورونا ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية وبدأ في الانتشار في دول العالم. فيروس كورونا هو مرض حيواني المنشأ، تشبه أعراضه أعراض الإنفلونزا الشائعة كالسعال والسيلان والتهاب الحلق والحمى والعطس والتعب والإرهاق. وفي حالة الإصابة بفيروس كورونا قد تصل الأعراض إلى الالتهاب الرئوي، كما يؤدي إلى مشاكل حادة بالجهاز التنفسي وأيضا الإسهال الشديد. ونظرا لطبيعة فيروس كورونا شديد العدوى جمعنا لكم بعض النصائح الطبية لمنع انتشار العدوى من شخص لآخر. النصيحة الأولى: رقم 1: تجنب السفر، ويفضل على أي شخص يعاني من أعراض تشبه الإنفلونزا إلغاء أي خطط للسفر في هذه الفترة. 2: تجنب الأماكن المزدحمة، قد يبدو للشخص الحامل للفيروس سليما لا تبدو عليه أعراض. رقم 2: تجنب الأماكن المزدحمة، قد يبدو الشخص الحامل للفيروس سليما حيث قد لا تبدو عليه أعراض المرض، وده طول مدة حضانة الفيروس اللي هي 14 يوم، وبكده يكون من الصعب أننا نميز شخص مصاب عن شخص مش مصاب. 3: الحفاظ على مسافات مناسبة بين الأفراد، ينبغي الابتعاد لمسافات مناسبة عن أي شخص تجنبا للإصابة بالفيروس. المسافة المناسبة بحوالي نصف متر إلى مترين، وذلك لتجنب التعرض لأي قطرات رذاذ متطاير ممكن تصدر عن الشخص المصاب وتصيب. رقم 4: نظافة اليدين، يجب غسل اليدين بشكل دائم ومتكرر بالماء والصابون أو مطهر كحولي لمدة 20 ثانية على الأقل. 5: الحرص على النظافة العامة، يجب استخدام المطهرات لتنظيف الأسطح المختلفة بالمنزل. رقم 6: عدم لمس الوجه بشكل عام بالإيدين، لأنه عندما يعطس الشخص المصاب ويأتي الرذاذ المتطاير على الأسطح وينتشر في المكان، عند ملامسته بالإيد، عند ملامسة الشخص أي شخص عادي بالإيد لهذه الأسطح ممكن أنها تنقل المرض بسهولة. رقم 7: رعاية خاصة للمسنين يا جماعة. المسنين كبار السن يا جماعة لازم نوفر لهم عناية خاصة، لأنه بيكون مناعة الجسم عندهم ضعيفة، وفي منهم المصاب بالسكر والضغط والحاجات دي هتبقى صعبة جدا لو هو اتصاب بالفيروس. رقم 8: تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وهنا بنقول لازم تبقى مرتدي كمامة، ولو الكمامة غير متوفرة وانت مش لابسها فعند العطس أو السعال يجب ثني الذراع، تتني دراعك كده بالشكل ده بالظبط لما تيجي تعطس أو تكح، ده هيمنع تسرب الرذاذ للخارج. رقم 9: الكمامة يا جماعة، الكمامة عدم لمس الكمامة من بره، مينفعش تمسك الكمامة من بره، تلمسها من بره الجزء الخارجي ده للكمامة نهائيا، لأنه ممكن يكون شال عنك الفيروس، لما تيجي انت تلمسها هتنقل الفيروس لإيدك وممكن بالتالي هيتنقل ليك. رقم 10: ودي حاجة مهمة جدا، تجنب المصافحة والقبلات والأحضان، لأن دي منتشرة في مجتمعنا انتشار كبير. يجب التوقف تماما عن عادات المصافحة باليدين وتبادل القبلات والأحضان عند لقاء الأقارب والأصدقاء لتجنب انتقال العدوى يا جماعة. وبكده نكون الفيديو بتاعنا انتهى. نتمنى السلامة للجميع وربنا يرفع عنا الوباء، وياريت ما تنسوش تدعمونا في الفيديو بلايك للفيديو واشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.